ديل الملابس بعد ما شنو خلصت. طويتهم بدري وهنا خلصت ورتبتهم في الدولاب. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. إذا شايفين إنه بيستحق الدعم ادعموني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. لا تنسوني من التعليق الحلو. مرحبا، كيف حالكم يا صبايا؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم بناتي للمدرسة قالوا عايزين بطاطس للحشوة بتاعت المدرسة. هعمل لهم اليوم معاكم الفطور وحصور لكم بعمل شنو أنا خلال اليوم. بتمنى انكم تتابعوا للفيديو للآخر. ما تنسونا من اللايك والشير والاشتراك في القناة. نقول بسم الله. هنا أنا قشرت البطاطس وغسلتها واديتها ملح وحتى بديت أحمر فيها الجزء وحتى يتحمر نجهز. وهنا لحتى البطاطس تكمل في التحمير هعبي الموية عليهم. هنا في زمزمياتهم بتاعات الموية اللي بياخدوها معاهم من هنا. انا بديهم الموية والعصير من هنا. طبعا عندهم في المدرسة ممنوع يجيبوا الفواكه والشوكولاتة، عشان كده بس بعطيهم الحشوة والموية والعصير. هنا دي عبينا واحدة وهنعبي الثانية، وهنا الثانية برضو وهخليهم هنا. في الأسنة دي البطاطس بدأت تجهز. خطيت منديل في الصحن وحاجة اطلعهم من مناديل الورق بتاعت المطبخ. طبعا الامهات اطفالهم بيقروا اكيد عارفين تعب ومعاناة انك تحضر فطور، وخاصة لو بيقروا الصبح بدري. لكن بانه مع بناتي ما بيقروا الصبح، انا هنا بحضر في الخبزة. طبعا ما بيقروا الصبح، هم بيقروا قبل كده الظهر زي الساعة 1 بيمشوا المدرسة. يلا شنو دايما هم بيفطروا انا في البيت، بديهم الفطور في البيت اول وبعدين دي بيشيلوها كغدا معاهم للمدرسة. شايفين الخبزة؟ ما عايزة الخبزة اليوم جافة، ما عايزة. بطلع دي هاجي افتح التانية برضو. وهنا عملت الاتنين. طبعا زي ما شايفين عند البطاطس جاهزة، لكن هم بيحبوا يكون فيها جبنة شوي. هي بشيل جبنة شوية بمسحها في اطراف الخبزة كده، بفردها شوية على الخبزة، بتديها طعم طيب. وبتكون الخبزة مش جافة شديد. اجي اعمل الثانية برضو، اخد شوية. الخبزة اليوم جافة شديد مرة واحدة، ما عارفة. وهم بيحبوا النوع ده من الخبزة، ما بيحبوا الثانية بالذات مع البطاطس والجبنة، بيقولوا عايزين دي. هنا خلصت. هاجي اخد البطاطس. طبعا خدت لهم بطاطس اكيد اكيد. اذا معانا امهات هنا اطفالهم كتير بحبوا البطاطس زي بنات ديل كده، حط لهم كمية كبيرة منها بتشيل يعني. بالطريقة دي هنكمل نعمل الثانية برضو. اكتبوا لي في التعليقات انتوا كيف بتحضروا الفطور، شو الافكار، ممكن انا برضو استفيد من افكاركم، اقترحوا. واليوم بما انه انا صايمة، هم قالوا ما عايزيني اتعب كتير اجيب في المطبخ كتير، عايزين حاجة بسيطة، عايزين بطاطس بس. اكتبوا لي منو اليوم صايم فيكم. 3 ايام بيقولوا علينا 3 ايام البيض او 3 ايام من شهر رجب. انا صايمة الحمد لله. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ناديل جاهزات. ممكن تلفوهم انتو بالسلفر او السلفان، ما بعرف شو اسمه، او بنحطهم في الحفاظة بتاعتهم بتاعت الاكل. هنا انا هجهزهم واحطهم في الحفاظة. هنا انا بعد ما لفيتهم صاروا جاهزين. دي حقت الزول حقته برا جاهزين. خطيت الساندوتش جوا ومعه عصير بس، ودي المويه كده جاهزين لما يجوا ماشيين المدرسة.
اي زول بحط له في شنطته غداه بيمشي به المدرسة. هم بما انه بيفطروا في البيت، هناك عندهم فترة استراحة 10 دقايق، بيقول لهم اي زول جاي بأكل يطلع أكله ويأكل. لكن في الأساس هم بيكونوا فاطرين وكده. وهنا بعد ما خلصت من الموضوع المدرسة وهم طلعوا مش بس المدرسة، قطعت بصلة متوسطة، حطيت لها زيت وكنت والعة على النار بس طفيتها. بس تاني برجع بطفي علام. عايزة احضر طبخة بسيطة ليهم لحتى بعدين يجوا على الغدا. هنا ده زي ما قلت قطعت بصلة متوسطة الحجم، قطعتها فرمتها كده فرمة ناعمة، وكبت لها 4 معالق زيت، وكنت مولعة على النار اساسا بس طفيتها لانه كنت مشغولة مع انهم هم طالعين للمدرسة وكده. هنا حنخليها والعة وحنبدأ شنو نقطع البطاطس، نكمل باقي الطبخة. هنا عندي بطاطس برضو قشرتها وحقطعها مكعبات. قول بسم الله. كده بيكون يوم الأمهات من المدرسة، الصباح، بعدين الغداء، الغسيل، كل اليوم بيكون. لكن الحمد لله طالما أصلا أن إحنا بخير وصحة وعافية وأطفالنا بخير، كل شيء أموره بيمشي وبيكون تمام الحمد لله. هنا ممكن تقطعوها بالشكل اللي انتوا حابينه. أنا حابة أقطعها مكعبات كده بالطريقة دي. كان ممكن نجيب الخشبة وقطع عليها بس مشت. وطبعا زي ما انتوا عارفين انه البصلة حقتها في النار. طبعا زي ما قلت لكم يومنا بيمشي كله ياهو بين شغل البيت، التنظيف، الترتيب، الأطفال، المدرسة، يجوا من المدرسة، الواجبات، كده بيكون كل يوم. ست البيت والأم يومها مليان. لكن الحمد لله ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ لكم صغاركم. بما انه انا شخص ما بطلع برا البيت كتير ودايما بكون في البيت، بفضل اني لما اكون في البيت صور، اكون ما عندي شغل صور فيديو واتونس معاكم واحكي لكم، وانتوا تردوا لي في التعليقات. تعليقاتكم حلوة وجميلة، يا ريت تكتبوها لنا في التعليقات اذا عندكم سؤال استفسار عن شيء. وهي الأكلة سودانية بنعملها بسيطة وسريعة وسهلة، ممكن تتحضر بزمن قصير جدا، بتحتاج وقت كتير. هنا زي ما شايفين البصلة شوي، هاجي اخد اللحمة اخد اديها شوي كده، حديها موية واخليها. بما انه اديناها موية هنقفلها ونخليها شوية. وهون بعد ما خليت 5 دقايق على الغاز، جيت حطيت شوية ملح وحنخليها تاني تكمل حتى طيب. مع هنا عندي غسيل غسلته، بما انه مشغولة شوية ما كويته، هنرجع نطويهم. حتى ارجع انا بعدين تاني اكويهم. لما اطبقهم كده عشان لما اجي اكويهم بلقاهم شنو يعني ما كتير بيكونوا مجعلفين ما مرتبين وكده، بيسهلوا على. طبعا امتنان عامله لي ازعاج شديد، قال عايزه تنوم وثاني ما بعرف عايزه شنو.
بيكون متعب. وديل عشان كده زي ما قلت لكم لما ارجع وبكون عايزة اكلهم بلقاهم شنو شوي مرتبين شكلهم. انا حكمل الجزء ده. طبعا انا دايما بحب انه اصور لما هم يكونوا في المدرسة وما يكونوا قاعدين في البيت. اول حاجة ما بزعجوا انهم بيدرسوا وما بكون مرتاحة اثناء هم قاعدين، لانه بكون عايزة اهتم فيهم هم، ما عايزة انه اكون بصور وهم قاعدين، لانه كده بقل الوقت اول اهتمام ليهم. وانا ما عايزة شغل اليوتيوب والتصوير يعني ياخد من زمن اطفالي او الزمن المخصصة لاسرتي. عشان كده بصور لما يكونوا ما في بس قاعدة معي امتنان. عشان كده دايما خلي الوقت بس ياهم كده بشتغل. وهنا بعد ما خلاص خلصتهم هشيلهم انا ارتبهم في الدولاب واحطهم جوا او الخزانة زي ما في ناس بيسموها، ونرجع نكمل الطبخة مع بعض. هون طبعا طفيت على الطنجرة قبل ما خبرتكم، طفيت على لانه لقيت الزمن بدري. وهنا جيت تاني ولعت على لانه خلاص تقريبا الساعة 5 وشوية بناتي حيو. هنا بشرت طماطماية ممكن انتوا تضربوها في الخلاط، كان بشرتها بشر وخطيتها. قبل ضفنا بس ملح. هسه حنيجي شنو نضيف بهارات شويته، ممكن اضيفه فلفل اخضر وبابريكا فلفل حار، لكن انا ما هنضيفهم. هنا انا ضفت كزبرة وفلفل اسود وشوي جنزبيل وشوية ملح، زودت ملح. وحنغطيهم ونخليهم شوية بس 3 دقايق، وحتى نيجي نعطيها دبس البندورة. هنا بعد 3 دقايق حنيجي نضيف شوي من بس معلقة، ما حنكتر. وحنضيف توم. طبعا الثوم صحنته. وما بنسى اثناء اهتمامي بالبيت وباطفالي بهتم شوي بحالي. يعني تو بعد ما خلاص خلص ولعت البخور برا، غسيل عامله بخور برا شوي بخر البيت. وبعدها انا ببدل ملابسي، بعمل ماسك لوشي. المهم بعمل حاجة بهتم شوي بحالي. يعني ما لازم ان احنا اثناء بنهتم باطفالنا نهمل حالنا، ضروري انه لازم نهتم. بعرف انه ما في وقت والمشغولية كثيرة، برضو كمان لازم نهتم شوية نظبط حالنا. نحن نغطيها شوية برضو. هون انا ما خبرتكم انه لما طفيت قبيلة على الطنجرة حمرت البطاطس اللي قطعتها قبيل مكعبات، واحدة اتحمرت شديد، لكن كده حمرتها. هنا دي جاهزة، هيجي كوبها على هننزلها. انا عملتها كده لان اطفالي اصلا بيحبوا كده، بناتي اصلا كده بيحبوا ياكلوها. حركها كويس
هنخليها كده بس زي ما شايفين. طبعا موطي انا الغاز الست حتة، ما بتاخد لانه البطاطس جاهزة وكل شي جاهز، ما هتاخد معي زمن تاني. خلاص كده شوية وبتكون جاهزة. هنا صارت جاهزة، هطفي عليها، وبعدين لما بس هم شوية تاني يمكن 5 ولا 10 دقايق يجوا حيلقوها شنو، هطفي عليها. وبس لما يجوا بسخن تاني، عندي حلة هسخنها تاني برضو على دي، وقطع لهم سلطة وكده بيكون بياكلوا. وانا طبعا زي ما قلت لكم انا صايمة ننتظر المغرب. يلا لهنا بكون اموري تمام. ديل الملابس بعد ما شنو خلصت، طويتهم بدري، وهنا خلصت ورتبتهم في الدولاب. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. إذا شايفين إنه بيستحق الدعم ادعموني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. لا تنسوني من التعليق الحلو.